ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فراخ مشويه في الفرن. ريحتها هتجيب اخر الشارع. نبتدي على طول في الوصفه. معايا هنا بصلايه هنقطعها، بصلايه وسط، وطماطميه، وفلفلايه رومي، وفلفلايه حراقه للي بيحب السبايسي، ومعانا فصين توم، وهنعصر عليهم ليمون. التوابل بقى، معانا معلقه بابريكا، نص معلقه جنزبيل بودر، معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، معلقه بهارات فراخ، نص معلقه بهار كبابه صيني. هنضرب كل دوت مع بعضيه وهرجع لكم نكمل الوصفه. بصوا حبايبي، انا ضربتها اهيت. هتلاحظوا ان هي خشنه شويه، يعني ولا مفرومه قوي ولا خشنه خالص. هنحط بقى معلقه زبادي، معلقه كبيره، ومعلقه خل، ومعلقه او نص معلقه صويا صوص بس فاتح، بلاش الغامق علشان بيدي طعم مش حلو، ومعلقه مستردة، ومعلقه كاتشب. معلقه كبيره حلوه كده. و3 معالق زيت زيتون. زيت الزيتون بيخليها مقرمشه من بره وطريه قوي من جوه يعني. خلط كله في بعضه بقى. يا ريت التتبيله دي اللي عايز ياخد منها نتائج حلوه قوي يبيتها من بالليل، اقل حاجه 6 ساعات. بس انا النهارده مستعجلها فهحطها ساعه بس. هي هتبقى جميله لانه كل التوابل اللي فيها قويه. الفرخه بصوا انا مقطعاها، فتحاها كده كاني هعملها مسحبه، بس بصوا مفتحه فيها فتحات كبيره اهي. ومن الورك برضو ندخله علشان التتبيله تشبع الفرخه كلها. بصوا هنحط بقى كده، وهنسيب شويه تتبيله. هقول لكم هعمل بيها ايه لما اجي اسوي الفرخه. نحاول ندخل في كل حته في الفرخه التتبيله، ونكون منشفين الفرخه قوي يا جماعه، بتفرق قوي في الشوي. بصوا الاجنحه انا فاتحاها، بصوا من هنا، يعني الجناح اهو انا فاتحاه من هنا. هنحاول ندخل بقى جواه برضو اهو. ونحطها في التلاجة، او لو تقدري تحطيها في الفريزر الساعة دي تبقى احسن. بس خلاص
هنا بقى يا حبايبي انا كنت حطيتها في التلاجة، قعدتها في حدود ساعة ونص كده اهي. هنا في الصينية الاول هنحط كوباية مية مغلية، وهنحط عليها التتبيلة اللي انا كنت سايباها. اقلبها هتطلع من الريحة دي طول ما هي بتستوي. هنحط هنا الشبكة اهي، نحاول نفردها بس. نحط الباقي ده، احنا بس نحاول نشيل اي زوايد عشان ما تتحرقش مننا في الفرن اهي. اللي فاضله احطها تحت مع الميه. هقفلها بورق زبده، ورق ألمونيا، واحطها لمده ساعه، ساعه ونص في الفرن دي علشان فرخه صغيره، لكن لو فرخه كبيره هتاخد ساعتين. هنا بقى في حله على النار حطيت مكعبين زبده، عليهم 3 معالق زيت. هسيح الزبده واحط الرز يتشوح. هنا الزبده ساحت اهيت هي والزيت. هحط عليهم الرز يبقى متصفي. الرز دوت انا نقعاه مش اقل من ربع ساعه. هخليه يتشوح. هحط معاه عود قرفه و3 ورقات لورا وفصين مستكه و4 أو 5 حبايات قرنفل وشويه فلفل اسود حب. و3 فصوص حبهان، ودوت كركم وبودره زعفران. ما تكتروش من الكركم علشان ما يخليش طعمه مش حلو. وهحط معلقه ملح. انا النهارده هعمله بميه، مش هعمله بشوربه، ما عنديش شوربه بصراحه. الرز هيتشوح شويه وبعدين احط الميه. انا حطيت الزعفران اهوت، تخليه كمان يتشوح. اللي عايز يخلي اللون اصفر قوي يزود شويه. في ثانيه قلب لونه. على كل كوبايه رز حطوا عليها كوبايتين ميه. الرز دوت بيحب الاول يشرب ميه كتير. بصوا انا حاطه كوبايتين رز عليهم 4 كوبايات ميه مغليه. اهو 4 كوبايات حطيتهم. الرز دوت بقى ما يتقفلش عليه خالص لحد ما تلاقوا الرز بيطلع بخار، يعني هو بيتشرب تلاقوا فيه فراغات في النص كده وبتطلع بخار كده، تقوموا موطيين عليه ومغطيين وهو هيستوي زي الرز العادي بقى.
بصوا كده الرز دلوقتي ظهر. هنقلبه بس تقليبه خفيفه، وهوطي عليه واغطي. الرز استوى اهو، بصوا مفرفر وجميل ولونه حلو. بصوا الكاميرا ظالمه لونه، اللون حلو قوي. لو وصلتوا لحد هنا يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. انا لسه القناه جديده، يا ريت تشجعوني، وشكرا قوي للي اشتركوا جداد. وهطلع الفرخه من الفرن واحطه كله في الاطباق واوريهولكم. بصوا بقى يا حبايبي الجمال والحلاوه والطراوه، مش قادره اقول لكم. جميله جميله جميله. بصوا زبده اهي، واللحمه بيضه من جوه اهي، تحفه تحفه تحفه. وعملت جنبها سلطه. واللي وصل لحد هنا يا ريت يعمل لي كومنت حلو ولايك واشتراك لو انت لسه داخل القناه جديد وما اشتركتش، وفعل زر الجرس. وبألف هنا وشفا على قلبكم حبايب قلبي، ويلا باي باي. وكنت بتقولي يا ماما